قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال آدم وحواء: يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وسيكون بعضكم عدوا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي. ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة، حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عوراتهما. إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك. قل يا محمد ردا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما
وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم البسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله إن الله إنما حرم على عباده الفواحش، وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لآجالهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم،
واتبعوا ما جاءوا به. فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم. أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ ادعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت، فلا ندري أين هي. وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم.